طيب بسم الله، هنبدا ان احنا دلوقتي كده نكمل الفيديو بتاعنا. طيب هنلاقي دلوقتي كده لو احنا جينا بصينا هنلاقي ان دي زي ما احنا ما قلنا ان ده التايم لاين بتاعنا، تمام، ودي اللاير بتاعتنا. حضرتك لو احنا دلوقتي كده جينا ضغطنا مثلا دلوقتي كده على المسطره، وبعد ما ضغطنا على المسطره رحنا عاملين دلوقتي كده زوم اوت عن طريق اللي هي الكوره اللي موجوده في الماوس، تمام. بص ايه اللي هيحصل. طيب ركز دلوقتي كده بقى معايا. شايف الحدود اللي موجوده بره دي؟ الحدود اللي موجوده بره دي هي عباره عن حدود اللاير اللي هي بتاعتك اللي حضرتك واقف عليها دلوقتي كده. طب انا دلوقتي كده لو انا ضغطت في اي مكان بره ما بقتش محدد على اي حاجه خالص، ده معناه دلوقتي كده ان انا مش دايس على اللاير خالص، تمام. لكن انا لو ضغطت بره هنا انا مش محدد على اللاير، لكن لو انا دخلت جوه ورحت ضاغط حددت على اللاير. طب انا ليه بقول لك على الجزئيه دي؟ علشان بعد كده قدام هتلاقي ان بقى عندك لايرز كتير جدا، فممكن انك تضغط على لاير غير اللاير، وكل الحاجات دي هتاثر معاك بشكل وحش وهتلخبط لك الموضوع. فانا بس عايزك تعرف الحاجات دي، واحنا مع الشرح قدام هتعرف انك تفرق كل الكلام ده. طيب لو جينا بصينا دلوقتي كده اللاير بتاعت حضرتك كبيره، تمام. طيب احنا عايزين نظبطها، طب هنعمل ايه؟ ركز دلوقتي كده بقى معايا. هنيجي هنا دلوقتي كده على السهم اللي موجود تحت ده، تمام، ونضغط عليه. هيظهر عندي حاجه هنا اسمها ترانسفورم. الترانسفورم هنا ده اساس الديجيتال موشن جرافيك، واي موشن جرافيك اساسه في الخطوه دي. فركز دلوقتي كده بقى معايا. لو جينا ضغطنا على السهم بتاع ترانسفورم هيفتح لي كذا حاجه اسمها انكر بوينت. ولو تفتكر ان انا كلمتك على حاجه اسمها الانكر بوينت، لو تفتكر اللي هي البان بيهايند، تمام، اللي هي الشورت كات بتاع حرف الواي، تمام. طيب اللي هي العلامه دي، ركز دلوقتي كده بقى معايا. وعندك هنا حاجه اسمها البوزيشن وسكيل وروتيشن واوباسيتي. طبعا هي اسمائهم واضحه جدا. بوزيشن يعني مكان، يعني انت دلوقتي كده هتحرك مكان، تمام. وساعتها هنا الحركه تبقى في اتجاهين، وممكن تبقى في 3 اتجاهات على حسب انت دلوقتي كده اللاير بتاعتك هتبقى عامله ازاي، هل هي 2 دي ولا 3 دي. وبعد كده عندك هنا السكيل، تمام. وفي السكيل انا عندي هنا نقطه مهمه جدا، هي عباره عن حاجه اسمها اللينكينج، يعني الارتباط، تمام. طيب الارتباط ده موجود هنا ليه؟ موجود علشان يخلي حجم الطبعه تحصل دلوقتي كده تبقى موحده. يعني ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي كده هصغر حجم الاوبجكت كله in all dimensions بنفس الحجم، فاهم قصدي؟ تمام. لكن لو انا شلت اللينك وقعدت اغير في كل الكلام ده هيتغير الويدث لوحده والهايت لوحده. وهنا طبعا الروتيشن، لو جينا بصينا هنا الزاويه بتاعه الروتيشن، تمام، ولكن هنا عدد اللفات بتاعه الروتيشن. انا كل ده هشرحه لك عملي، ولكن انا بفهمك دلوقتي كده الكلام ده عباره عن ايه. الاوباستي هي عباره عن زي جزئيه الترانسلوسنسي كده، اللي هي ان هو يختفي الشيء او يظهر الشيء، فاهم قصدي؟ تمام. طيب لو جينا لاحظنا هنا هنلاقي ان انا عندي ورا كل واحد من دول ساعه. الساعه دي هي عباره عن حاجه اسمها ووتش او تايم ووتش، تمام، على حسب بقى كل واحد بيسميها ايه، ولكن هي دي المسؤوله عن حدوث الحركه. يبقى انا دلوقتي كده الاساس في الحركه هما دول، حلو. لكن الساعه الساعه اللي موجوده هنا دي هي المسؤوله عن احداث الحركه، تمام. واي حاجه هتلاقيها في الافتر افكت، تمام، وراها ساعه، اعرف دلوقتي كده ان هي هتديك تاثير، واعرف ان هي هتعمل لك دلوقتي كده حركه، تمام. خلينا متفقين على النقطه دي. طيب بعد كده لو احنا جينا بصينا هنا هنلاقي عندي هنا المود. يعني ايه بقى المود والكلام ده؟ يعني مثلا دلوقتي كده حطيت لاير على لاير، فممكن دلوقتي كده انك تخفي لاير من خلال لاير ثانيه، ولكن تبقى في مثلا لاير وعليها شفافيه. كل الكلام ده انا هشرحه لك، تمام. بس انا بس بظهر لك الموضوع بشكل ايه؟ بشكل عشوائي شويه. طيب لو جينا بصينا على العلامات اللي موجوده هنا، اللي هي هتلاقيها موجوده تحت خالص على الشمال، تلاقي عندك هنا عين، تمام. العين دي هي المسؤوله عن ظهور الصوره او اختفائها. بص كده ركز معايا، لو انا ضغطت اختفت الصوره، تمام. طيب هنا دلوقتي كده مبقاش عندي عين. طيب لو انا ضغطت ظهرت الصوره مره ثانيه. ده علشان لو في عندك دلوقتي كده اوديو، انت حاطط مثلا اغنيه او صوت او فيديو او ايا كان، فهيظهر معاك هنا ده. ولكن هنا احنا صوره بس، مفيش فيديو، وبالتالي مفيش صوت، وبالتالي مش هتظهر اصلا. بعد كده عند حضرتك هنا حاجه اسمها السولو. يعني ايه كلمه سولو؟ يعني انا عندي اكتر من طبقه، تمام. لو انا ضغطت هنا على السولو ده هلاقي ان طبقه عندي واحده بس هي اللي ظهرت. فركز دلوقتي كده معايا.
بعد كده عندنا هنا حاجه اسمها اللوك دي لو انت ضغطت عليها بتمنع ان اللاير دي تتحرك. ركز دلوقتي كده، لو انا من غير لوك، بص انا عايز دلوقتي كده احرك الصوره دي، هضغط عادي زي ما احنا قلنا بالفي اهو، حركت تمام. لو انا دلوقتي كده عملت اللوك، بص احرك مفيش حاجه بتتحرك، احرك مفيش حاجه بتتحرك. ليه؟ لان انا دلوقتي كده قفلت على اللاير دي ان ما ينفعش ان اللاير دي تتحرك خالص، ودي احنا هنحتاجها برضو قدام. وهنا عندك حاجه اسمها السيرش بار. عايز مثلا تدور دلوقتي كده على افكت معين، او عايز مثلا دلوقتي كده تدور على حاجه معينه جوه الصوره، تمام؟ زي مثلا انت عايز ترسم شيب معين وعايز تدخل مثلا دلوقتي كده تدور على افكت جواه، تمام؟ فده هيسهل عليك الموضوع، بس شرط انك تكون دايس على اللاير دي، تمام؟ اللي انت عايز تعمل فيها الافكت. بقيه الحاجات دي هنتطرق اليها واحنا بنشرح، تمام؟ علشان بس ما نطولش في الانترودكشن. طيب ركز دلوقتي كده معايا، الصوره دي حجمها كبير. طيب انا دلوقتي كده عايز اصغرها، فهعمل ايه؟ هبتدي دلوقتي كده ان انا اجي على السكيل، وركز معايا في كل حاجه انا هعملها. السكيل ده ليه علاقه بالحجم، وزي ما قلت لك ان انا عندي لينك. طيب لو انا دلوقتي كده ضغطت هنا، هضغط عليها وابتدي ان انا اتحرك بالماوس، اتك كليك يمين واتحرك دلوقتي كده قدام او ورا، فكده انا صغرت الحجم زي ما حضرتك شايف. طيب تعالى بقى نتكلم على جزئيه الانلينكينج اللي انا قلت لك عليها. لو انا ضغطت هنا كده على اللينك، تمام، اللي هو ده شلته، كل واحده من دول هتتحرك لوحدها. بص كده ايه اللي هيحصل؟ شايف حصل حاجه اسمها ديستورشن، وده احنا مش عايزينه ان هو يحصل. عشان كده انت لازم الدايمنشن بتاعك يحصل عن طريق انك بتعمل لينكينج للاثنين مع بعض، اللي هو الهايت والويدث. فاهم قصدي؟ تمام. طيب الدنيا عكت معاك، اتاك كنترول زد. طيب حضرتك دلوقتي كده عملت شغل كتير، تمام؟ حضرتك عملت شغل كتير، ولو عملت كنترول زد انت هترجع للخطوه اللي هي اساسا مش دي، لا ده خطوه انت عاملها من قبل كده. طيب حلها ايه؟ حلها ان حضرتك هترجع اللينك، تمام؟ بس قبل ما ترجع اللينك لازم تكون مرجع دلوقتي كده الرقم ده، بحيث يكون ال 31 يبقى برضه نفس الكلام هنا 31 بدل 175 بالشكل ده 31، تمام؟ وتاكل انتر عادي، وبعد كده يضغط اللينك، تمام؟ طيب لو الخطوه دي انت لسه عاملها وعايز ترجع لها، كنترول زد زي ما احنا قلنا. طيب انا دلوقتي كده صغر تاني، تمام؟ وهبتدي ان انا احرك عادي بحرف الفي او بالماوس عادي جدا، طالما الشكل ده ظاهر، ده معناه ان احنا دلوقتي كده نقدر ان احنا نحرك الايه؟ الصور، مش البروجكت بالمسطره، تمام؟ فهحرك الصوره بحيث ان هي تتسنتر. لا انا عايز لسه اكبرها شويه، تمام؟ اهو كبرناها خلاص. طيب انا دلوقتي كده الفيديو لو هيتعرض معايا بالشكل ده، طب ما احنا عاملينه اصلا بشكل طولي، فده معناه ان احنا لازم نلف الصوره دي، لازم الصوره دي تتلف. فانا هلفها عن طريق ناجي عند الروتيشن، تمام؟ فهعملها مثلا دلوقتي كده 90، وخلي بالك ان هنا في موجب 90 ونيجاتيف 90. ركز هنا كده، شايف الموجب 90 عامله ازاي؟ طيب بص هنا كده على النيجاتيف 90 اتعكست، فاهم قصدي؟ فلازم تخلي بالك من التريكات البسيطه دي. فخلينا هنا احنا عايزينها تبقى موجب 90، تمام؟ طيب حضرتك دلوقتي كده لسه صغير، يبقى هنكبر السكيل. طيب الدنيا دلوقتي كده بقت معاك والدنيا اتملت، يبقى خلاص. لو لسه يبقى هتظبط التظبيطات البسيطه دي. لو حضرتك بصيت هنا كده، ركز معايا، انا دلوقتي كده هتك على المسطره وهقرب. بص كده، شايف السبيس البسيط ده هيظهر معاك في الفيديو ان هو عباره عن فراغ اسود، وده احنا مش عايزينه في الفيديوهات. فعشان كده هتلاقيني ان انا خليت ال 47 دي 48 بالشكل ده، اتملت. فركز على التفاصيل الصغيره دي جدا على فكره، عشان هتفرق معاك في الفيديوهات، سواء اذا كان انت بروفيشنال ولا لسه اماتور او هاوي يعني. طيب هرجع دلوقتي كده اضغط على المسطره، تمام؟ وبعد كده اروح ضاغط على الكوره بتاعه الماوس علشان ارجع للحجم الطبيعي، او ممكن من هنا اعمل فيت بالشكل ده فهيظبط لي الدنيا لوحدها، دي او دي. طيب بعد ما ظبطنا الموضوع ده، حضرتك دلوقتي كده علشان تشغل التايم لاين هتتك على المسطره. شايف اللون الاحمر ده؟ الخط الاحمر اللي هو حضرتك اللي انت شايفه ده، دي حاجه اسمها بريفيو، ده اللي هو بيعرض لك الفيديو. طيب بص كده، لو احنا جينا مشينا مفيش حاجه بتتحرك. طب ليه؟ مفيش حاجه بتتحرك، وده علشان جزئيه مهمه احنا ما عملناهاش، وهي عباره عن الواتش. العلامات دي هي المسؤوله عن حفظ الاحداثيات بتاعه الحركه. ايه هي الاحداثيات اصلا؟ الاحداثيات هي عباره عن الارقام اللي حضرتك شايفها هنا موجوده دي، تمام؟ ده رقم احداثيات، في احداثيات س ص، تمام؟ في زد اللي احنا بنقول عليها، اسف، اللي هي الاكس والواي، الاكس واي وزد، تمام؟ ده عشان بالعربي.
وعندك هنا برضه نفس الكلام، هنا عدد اللفات وهنا نفس الموضوع. دي كلها احداثيات. الاحداثيات او الارقام دي هي عباره عن احداثيات. هتترجم الارقام دي تغييرها مثلا من بوزيشن A لبوزيشن B عن طريق الساعه. فسي مثلا عندي دلوقتي كده عند بوزيشن A تمام حركه، ولكن عند بوزيشن B انا عامل حركه ثانيه. تمام. طيب علشان اوضح لك الموضوع ده خلينا دلوقتي كده نخفي الصوره دي خالص. تمام. وانا هرسم دلوقتي كده شيب عادي جدا. تمام. هضغط ضغط مطوله وهجيب مثلا ريكتانجل وهعمل الفيل بالشكل ده. تمام. انا عايز دلوقتي كده احرك مثلا دلوقتي كده انا عندي ده حرف الاي. ركز دلوقتي كده معايا. اللي حصل ده عن طريق ان انا ضغطت على اللي هو الزرار اللي هو بيعمل دلوقتي كده الكابيتال والسمول. تمام. لازم وانت بتشتغل على افتر افكت يكون الزرار سمول، ولكن لو انت هتعمل مثلا حرف او كتابه بتعملي الكتابه وتلغيه تاني علشان ما يحصلكش جزئيه الايرور اللي ظهرت قبل كده. تمام. طيب وبعد كده هبتدي ان انا اعمل دلوقتي كده اللي هو حرف الايه البي. فانا عايز دلوقتي كده احرك الشيب بتاعي ده او المربع بتاعي تمام من الاي للبي. وده هيحصل ازاي؟ هيحصل عن طريق دلوقتي كده ان انا هدخل على الشيب بتاعي تمام وهلاقي جزئيه الترانسفورم بتاعتنا. ركز دلوقتي كده معايا. تمام. فانا عايز اتحرك من ايه لبي فلازم اضغط على البوزيشن. ركز دلوقتي كده بقى معايا. اتحرك دلوقتي كده على البوزيشن. لازم في النقطه وانا عند حرف الاي تمام كانت الاحداثيات بتاعتي دي، فهنا هضغط كي فريم. الساعه دي لو انت ضغطت عليها الناتج اللي بيطلع منها حاجه اسمها كي فريم. فالكي فريم اللي انت عملته هنا حفظ الاحداثيات بتاعت البوزيشن تمام اللي هي دي الارقام دي. طب انا عايزه يتحرك من هنا لهنا، يبقى انا لازم اتحرك تمام عدد من الفريمات زي ما قلت لك، لان هو ده المسؤول عن حدوث الفيديو. فانا هتحرك قدام 20 فريم تمام وهحرك تمام الاوبجكت بتاعي. دي طريقه تمام بالشكل ده كده. تمام. ولو جينا بصينا هنلاقي دلوقتي كده انا ضغطت على المسطره هلاقي ان هو اتحرك من A ل B تاني، من A ل B. تمام. لكن لو جينا بعد كده نحرك هو مش هيتحرك تاني لان اخر نقطه في الحركه وفي الاحداثيات كانت النقطه B. فاهم قصدي؟ تمام. طيب ممكن ان احنا نعمل الموضوع ده بطريقه ثانيه. ازاي؟ ان احنا هنتحرك قدام ونعمل كي فريم عن طريق ان احنا بنضغط هنا على العلامه دي بقى الثانيه دي، وبعد كده نحرك الاوبجكت نفسه من خلال الماوس بالشكل ده. تمام. اهو نفس الكلام هيتحرك معاك اهو اتحرك معاك. فهنتحرك من ال بي فكده عملت حركه، لكن بعد كده الدنيا هتكون ثابته. يا رب بس الدنيا تكون وضحت. تمام. طيب انا بعد ما جيت النقطه دي وعايز مثلا اعمل حركه ثانيه زي مثلا انا اخليه ان هو يلف. انا هعمل دلوقتي كده روتيشن عند النقطه دي وهتحرك مثلا دلوقتي كده 20 فريم وهبتدي ان انا اعمل دلوقتي كده ان هو يلف بالشكل ده. لاحظ معايا دلوقتي كده ان هو لف لفه غريبه. طيب ليه اللفه الغريبه دي؟ اللفه الغريبه دي حصلت علشان البان بيهايند، علشان الانكر بوينت. لان بص نقطه الارتكاز هو هنا هيلف حواليها وده اللي انا قلت لك عليه. فلازم ان انت ترجع مره ثانيه تمام وتيجي عند البان بيهايند وتحرك البان بيهايند بتاعتك في النص بالشكل ده كده. ساعتها لو انا جيت عملت روتيشن بص هيلف حوالين المركز. لكن بص في الاول كان بيلف ازاي؟ لاحظت؟ يبقى هو بيلف حوالين المركز اللي معمول اللي هو الانكر بوينت اللي هي يعني موضع الارتكاز. فخلي بالك من النقطه دي. المهم فانا دلوقتي كده عايز اعمل دلوقتي كده الحركه بتاعتي، فهعدل الانكر بوينت بتاعتي اهو في النص تمام وعايز اعمل روتيشن. عايز بعد ما اخلص الحركه دي الف. فانا هطلع مثلا 20 فريم وابتدي ان انا الف بالشكل ده. تمام. بص بقى اللي هيحصل من الاول نزلت وبعد كده لف. فاهم؟ فاي حركه انت هتضيفها هتبدا ان هي تتعمل عن طريق الكي فريمز دول. تمام. والكي فريم هو عباره عن مفتاح الحركه. تمام. طيب ولحد كده تمام وبس كده ان شاء الله باذن الله هنكمل الفيديو اللي جاي.